عزيزي المشاهد، اهلا بيك في فيديو جديد من سلسلتنا عاش. وكالعادة احب افكرك ان العاش دي مش لي انا لوحدي، ده ليك انت كمان. طالما انت بتحاول انت تكتسب عادة سليمة او عادة صحية، حابب ان انت تبقى موجودة في حياتك وتمارسها بصورة مستمرة. وبس سألنا خلاص على الجيم اخيرا في الاوتيل هنا. لما سألت ريسبشن وقلت له ان يعني المكان كان مقفول، قال لي يعني كان ممكن ترجع لي واتصل معايا برقم. غلطت انا في الاخر، يعني قلت له خلاص انا هجيلك بكره على النهارده يعني في نفس الميعاد، وعلى الله الاقيه مقفول اعمل لكم هنا كارثه. مبتدئا طقم التدريب بتاع يعني احسن فريق في اوروبا، اكيد في وقت من الاوقات يعني كان احسن فريق في اوروبا وعشقي الاول والاخير. يعني نوعا ما حاسس ان دلوقتي خلاص الجيم بقى جزء من يومي. بقيت يعني في الاول كنت مستثقل الموضوع وحاطه في دماغي، بس دلوقتي حاسس ان الموضوع بقى فعلا بدأ ان هو يكون عادة. يستاهل كل البهدلة دي في الآخر. على الله على الله كل المتاهة اللي احنا فيها دي. فطرت النهاردة خبز أسمر بالشوفان وجبنة. أي نعم محدش سألني بس قلت أقول. الجيم اللي هو كويس، بس في حاجات في أجهزة معرفوش. بس خلينا نبدأ على التريد ميل الأول. أنا خلاص أنا بدأت أعرق من دلوقتي، مش شغالين تكييف. رغم الحر بدأت على المشاية زي ما متعودين، بقسم الوقت لمراحل وكل مرحلة بزود فيها السرعة بحيث الموضوع يبقى تدريب، لحد ما كملت ربع ساعة على المشاية وبسرعة 8 كيلو متر في الساعة، وده رقم أول مرة أحققه. جريت كل شوية تقريبا، صعب الجيم جه. اوكي بعد ما ارتحت شوية أخيرا كابتن الجيم موجود. لقيته شخص لطيف بيعرف يتكلم عربي مكسر، وحسيت ان الدنيا تمام وهنتمرن عادي. لقيته بيقول لي ان انا محتاج مجهود بدني اعلى، عشان كده لازم ارجع على المشاية. قلت له كابتن خلاص انا مشيت ربع ساعة. قال لي ماليش دعوة، اطلع على المشاية تاني. قلت له حاضر انت ادرى، ورجعت للمشاية عادي جدا. بابا اهو جه ونسني. رسميا انا شحرت، رسميا شكرا. في تلت ساعة بدي. رجلي بدأت تنمل واحساسي بيها مبقاش موجود تقريبا. خدت راحة 5 دقايق، رجعت للكابتن وانا خلاص جايب اخري. قال لي برافو يلا مشاية تاني بس عليها بقى. قلت له يعني ايه؟ ما انا بقالي ربع ساعة قدامك وربع ساعة قبل ما تيجي. قال لي اللي فات ده كان تسخين، وان التمرين ده اصعب. ظبط لي المشاية وحط السرعة 4 وقال لي ما ترفعهاش عن كده. التمرين اشبه بطلوع جبل او منحدر. موضوع فعلا صعوبته بتزيد وعضلات الرجل كلها بتشد اكتر. ما صعبتش عليه، رفعها لي وقال لي العب 10 دقايق. لسه مخلصهم دلوقتي. 10 دقايق اقصى سرعة 4، مشيت حوالي نص كيلو. قال لي نو بين نو جين. قلت ماشي، الراجل بيشجعني. قلت له اعمل ايه تاني؟ قال لي ارجع على المشاية. الجيم مليان اجهزه، عايز اجرب اي حاجه فيهم غير المشايه. مفيش فايده. قال لي روح زود السرعه. قلت له تمام 5 كويس، زود اكتر. فضلت ازود زي ما انت شايف لحد ما وصلها ل7، وقال لي ربع ساعه وانزل. حد يلحقني من الراجل ده، تقريبا بيتسلى عليا صح؟ الجيم فاضي بقى. واحد جاله العصر، الراجل شغال من الصبح، فقال ايه
يفرغ طاقته عليا. 10 دقايق عجله وخلاص، انا مش هرجع له. 10 دقايق عجله وخلاص. انا فعلا مش، انا تقريبا توتال على المشاية ساعه تقريبا، حوالي 2 كيلو ونص. بعد ما ارتحت 5 دقايق رحت اكلمه باسم الانسانيه بقى، وان اللي بيحصل ده ما يرضيش حد. قلت له خلاص كفايه مشاية بقى، نشوف حاجه تانية. ها الحمد لله خلاص مفيش مشاية تاني، ستيبر مش مشكله. قال لي خلي مقاومة الجهاز لخطواتك تزيد تدريجي لحد ما توصلها ل10 على الأقل لمدة 5 دقايق. بعد ربع ساعة خلاص أنا كنت جبت آخري، مش حاسس بأي حاجة في جسمي، رجلي كلها وجعاني خلاص، جي مش عارف أمشي. لحد ما قررت قرار مهم. بابا يلا نهرب. عايزين المشاحة قررنا ان احنا هنهرب من غير ما نقول له. يلا نجري. لو شافني هيركبني على العجلة. خلاص بلا عجل بلا بتاع، يلا روحني ارجوك. خلاص انا هقعد اتحايل على كل الناس. خلاص عايزين مش هكافركش. يا ربي بقالي ساعة تقريبا ورا بعض. قعدت فترة استوعب ايه اللي حصل ده، وكالعادة ما تنساش تشرب مية كتير عشان مهمة. يلا نمشي من هنا خلاص. بابا رغم إقناعي له إن القعدة عند حمام السباحة مش هتفرق في الحر اللي إحنا فيه ده، خصوصاً إن كلامي عن تجربة، مرضيش وأصر إننا نقعد عشان ناخد نفسنا. وبعد 10 دقايق اكتشف إن مفيش أمل، فقررنا خلاص كفاية كده ويلا نرجع على الأوضة. بس كعزيزي المشاهد، يوم صعب آخر في 5 يوم لينا في السلسلة دي، وبس كده. أتمنى تكونوا اتبسطت بتعذيبي عزيزي المشاهد. نشكر الكوتش اللطيف اللي أكيد كان عايز مصلحتي. المهم شكرا لك لو كنت وصلت لحد هنا. بس كده كالعادة كان معاكم عبد الرحمن، وسلام. يلا نمشي من هنا زي ما احنا، زي ما رجينا.